الفيديو ده لو ما دخلش ترند النهارده يبقى بتظلموني. بقالي 3 ايام بحضر لكم في الوصفه دي علشان افرحكم، وما اكدبش عليكم والله العظيم انا ما كنت متخيله انه هيطلع بالمنظر ده. والله العظيم يا جماعه احلى قمر دين ممكن تاكليه، نفس نتيجه الجاهز بالظبط. بجد احنا كنا بنتسرق، عيني عينك، كانوا بيضحكوا علينا وبيسرقوا فلوسنا بالاونطه، يقول لك قمر الدين ومش قمر الدين، وهو ولا بالمشمش ولا حاجه. تعالى اقول لكم ازاي نعمل قمر الدين الاصلي زي بتاع بره. هتعملي 5 لفات ب20 جنيه وكيس سكر بس. هاتي كيس سكر ب20 جنيه ونعمل 5 لفات قمر الدين. دوقيه لحبايبك ودوقيه لاخواتك من غير ما تعرفيهم انك انت اللي عاملاه في البيت، ولو عرفوه قولي عليا مفتريه وظالمه والغي المتابعه كمان من عندي. انا واثقه ان الوصفه النهارده هتبهركم، فبجد شجعوني لايكات كتير وشير علشان اكمل لكم في الوصفات الاقتصاديه. شايفين القوام والجمال والله، والطعم نفس الطعم، وبحلف لكم يمين وربنا هيحاسبني. يلا بينا قبل ما نبدأ صلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شجعوا اختكم حورية بلايك كتير للفيديو ده، ويلا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجه بقى واهم مكون معايا النهارده وهو الجزر. معايا 2 كيلو من الجزر المبشور. هتقولي لي يا حوريه هو انت هتجيبي طعم الجزر لقمر الدين؟ يا ستي جربي في نص كيلو وما تستعجليش في الحكم عليا، جربي في نص كيلو وانا واثقه والله هتدعي لي. جبته بقى غسلته كويس وقشرته وبشرته. عندك مشمش في الفريزر وعاوزه تعملي الوصفه بمشمش اعملي، بس انا بقولك هديكي نفس الطعم ونفس النتيجه وهتشوفي بنفسك. ركزوا بس معايا في كل تركايه علشان هو الموضوع كله مش مكونات، الموضوع كله تريكات. اول حاجه بنحط الجزر بتاعنا المبشور في حله ونولع عليه النار. بنحط على كل كيلو من الجزر نص كيلو من السكر. تمام كده، انا معايا هنا 2 كيلو هحط لهم كيلو سكر. حلو قوي كده. طيب هو احنا لازم نبشر الجزر يا فوزيه؟ لا مش لازم خالص، ممكن تقطعيه مكعبات شرايح صوابع براحتك، قطعيه اي تقطيع. انا عملته كده مبشور علشان ما ياخدش وقت. معايا بقى معلقه من عسل الجلوكوز، وعسل الجلوكوز ده البرطمان ده عندي من ايام ما كنت بعمل حلاوه المولد النبوي، فيعني هاتي برطمان وخليه عندك، هينفعك في وصفات كتير جدا في رمضان. تمام، حطيت منه معلقه واحده بس كده. طب لو مش عندك ومش عاوزه تشتري حطي معلقه عسل ابيض. تمام كده، فاضل معايا مكونين 2 بس مش هنضيفهم دلوقتي، هنسيبه على النار لحد ما يستوي تماما. مينفعش نطفي عليه من قبل ما يستوي، لازم يتهري. هنا بقى حبايبي كده بعد ما استوى معايا بصوا بقى شكله اهو، اللهم بارك. انا مش عاوزه يكون فيه سوائل كتير، عاوزه نسبه السوائل اللي فيه تكون بسيطه جدا زي ما انتم شايفين كده، هو ده المطلوب. طبعا ناخد الجزرايه ونضغطها، لو لقيناها اتهرت كده معانا تمام، لسه ما استوتش نسيبها كمان شويه. بعد بقى ما بيستوي معانا نبدأ بقى نضربه بالهاند بلندر، بالخلاط، بالكبة، اهو كله ضرب ضرب مفيش شتيمة. المهم ان انت اضربيه لحد ما يكون معاكي كريمي خالص مفيهوش اي تكتلات. طول ما هو مستوي حلو ومسلوق حلو ومهري هيعمل معاكي قوام مظبوط ومثالي. في الاول كده قلت لنفسي لا ده مش هيتقل، ده مش هينعم. لا سبحان الله ما شاء الله، من الضرب الكتير ما شاء الله نعمه بقى جميل كده زي ما انتم شايفين. بصوا هنا لما بقلب بالمعلقه حبايبي بينزل بسهوله من على المعلقه، وده كده مش القوام اللي احنا عاوزينه. القوام اللي احنا عاوزينه هقوله لكم دلوقتي. معايا هنا بقى 3 معالق كبار من النشا، عليهم 3 معالق كبار من الجيلاتين البودر، طبعا جيلاتين حلال. حطيت عليهم بقى نص كوبايه من الميه وهندوبهم مع بعض. اول ما تدوبيهم هتلاقي الجيلاتين اتماسك وتكتل. اوعي تخافي ولا تخافي ولا تكشي، احنا ما بنهزرش. هنجيب بقى الخليط بتاعنا بعد ما دوبناه كده وتكتل معانا، هنصبه على طول على الجزر. حلو كده الكلام ده، علشان انا استخدمت ميه بارده، لو مستخدمه ميه سخنه ما كانش اتكتل. المهم مش مشكله خالص، هنكمل ضرب بالبلندر او بالخلاط، يعني حسب بقى اللي انت هتستخدميه. تمام، اهم حاجه ركزوا لي في الخطوات. شايفين لونه يا جماعه؟ لونه بيتكلم عن نفسه. انا جايبه مكون يا جماعه هقول لكم عليه دلوقتي علشان خاطر تطمنوا خالص، بس هنمشي واحده واحده علشان ما تتوهوش مني. صلوا على النبي كده في الكومنتات ودعوا لي دعوه حلوه، علشان والله العظيم الوصفه دي مفرحاني جدا. والله انا قلبي من جوه فرحان ان الوصفه ناجحه بالطريقه دي، انا موهومه من نجاحها.
بصوا بقى بعد ما بنقلبه بصوا بيبقى قوامه خفيف بالشكل ده، مش ده اللي احنا عاوزينه. بنجيب بقى ناخده نرفعه على النار ونسيبه يغلي على نار هاديه، وعلى ما يغلي معانا هنجيب صاج كده كبير ونبدا ان احنا نفرش فيه الاسترتش. انا كنت بحضر الصاج ده بس، وكنت فاكره ان هو الكميه دي هتعمل لي الصاج ده بس. ما شاء الله عملت الصاج وعملت صاج كمان صغير. اللهم بارك، والله العظيم بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله بجد. اهم حاجه بقى نلف الصاج بستريتش راب. طب لو مفيش استريتش راب حطي مفرش سيليكون، ممكن تحطي اكياس بتاعه التلاجة، حطي ورق فويل، ورق زبده، بس ورق فويل لا خطر، حطي ورق زبده وبس. اهم حاجه بعد ما بنفرش اي مفرش هنستخدمه لازم بقى نرش رشه زيت. تمام كده. اهم حاجه الجوانب وكله يكون متقفل تمام قوي علشان ما يلزقش معاكي. رشه بقى بالزيت كده بسيطه، ولازم الخطوه دي بتاعت الصاج تجهزيها وهو على النار. بصوا بقى حبايبي، انا هنا حسيت كده ان الخليط ممكن يلزق مني في الحله الالومنيوم، لان ما شاء الله بدا يتقل وخفت يلزق، فجبت بقى حله تيفال كده او جرانيت وصبيت فيها الخليط بتاعي. هنضيف بقى عليه مهم قوي 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 معلقه صغيره مليانه من ملح الليمون، وملح الليمون ده بقى اللي هيديكي المزازه بتاعت قمر الدين بالظبط. تقليب مستمر، وخلي بالك في المرحلة دي بيحصل زي فقاقيع كده من القمر الدين. الفقاقيع دي لا قدر الله ممكن تحرق، لان بتكون قوية جدا وبتكون يعني حامية قوي، فخلي بالك. بصوا هتبدأ دلوقتي الفقاقيع تشتغل وهوريها لكم، فخلي بقى جنبك غطا او اي حاجة علشان تتفادي اي. بصوا الطرطشة دي بتأذي جدا يا جماعة وبتحرق، يعني علشان القمر الدين بيكون صعب قوي، بيكون عامل كده زي الشربات، بيكون حامي جدا. تمام. قلبي بقى، خلي ايدك فيه وخلي الغطا كمان في ايديكي علشان تتفادي اي حروق لا قدر الله. طيب تعالوا بقى اتكلم معاكم عن المكون ده، وهو ده طعم المشمش. طعم المشمش يا جماعه شفت ناس كتير قوي بتستخدمه وبتجيبه وبتحطه، بس انا النهارده مش هستخدمه. ليه بقى مش هستخدمه؟ لان انا دورت عليه كتير جدا لحد ما لقيته، ومش سهل ان اي حد يلاقيه، فقررت ان انا مش هستخدمه علشان انقل لكم التجربه من غير طعم، واقول لكم اذا كانت هتدينا طعم القمر الدين اصلا ولا لا. فقررت ان انا مش هستخدم اصلا طعم المشمش، انا هستخدم طعم الجزر عادي جدا. وهنا كده وانا شغاله كل اللي في دماغي ان انا بعمل بقى قمر الدين بالجزر، فلما يستوي هيكون طعمه جزر. تمام. انا معاكم اهو للاخر. بصوا بقى لحد ما بتوصلي للقوام اللي انت تيجي تصبي قمر الدين من على المعلقه تلاقيه مش بينزل، هو كده تمام قوي. تاخدي بقى على الصاج على طول وتصبي طبقه رقيقه وتبداي ان انت تفرديها. خلي بالكم انا مجريالكم الفيديو جدا علشان كده تحسوا ان انا بتكلم بسرعه، فانا مجريالكم الفيديو جدا جدا علشان تشوفوا كل التفاصيل يعني. بصوا بقى تجيبوا حاجه نظيفه كده زي سباتيولا كده، وتبداوا ان انتوا تفردوه بالشكل ده بالراحه وبشويش خالص. كده عملت اول صاج، وده كده الصاج التاني. بسم الله ما شاء الله. طيب بعد كده بيحصل ايه بقى يا حوريه؟ بعد ما بتفرديهم على السيجان بتسيبيهم في الهواء لمده يومين او 3 ايام على حسب. المهم ان انت لما تيجي ترفعيه كده من الصاج يترفع معاكي وتحسي ان هو مش بيلزق في بعضه، يعني لما بتطبقيه على بعضه مش بيلزق في بعضه، لا ممكن تطبقيه وتفرديه تاني مفيش مشكله. انا سبته بصراحه 3 ايام، تقدري تسيبيه يومين 3 براحتك، بس افضل 3 ايام. وطبعا ما تغطيهوش، يكون في مكان مكشوف ومتهوي، ما يكونش في مكان حر. هسيبه بقى كده يا جماعه. بصوا ما شاء الله شكله يفرح. لحد كده انا كنت متخيله ان هو طعمه هيكون جزر، لحد بقى بصوا لونه بقى بعد 3 ايام. يا نهار ابيض، انتوا هتلاقوا كميه ضحك في المقطع ده. انا بنتي كانت واقفه عماله بتزغرط عشان انا قلت لها والله ما هشتريه، والله العظيم لو ببلاش انا ما هدفع جنيه فيه تاني بجد. والله يا جماعه نفس طعم قمر الدين. اختي ضاقت حته، عملنا مهلبيه، انا هعمل معاكم المهلبيه دلوقتي، مهلبيه قمر الدين. اختي ضاقت حته بتقولي لا مش طبيعي، والله العظيم قمر الدين حتى المزازه اللي بتكون في قمر الدين موجوده. يعني احنا كان بيضحك علينا يا ولاد، ولا كان بيتعامل بمشمش ولا حاجه، والله يا جماعه نفس الطعم وبحلف لكم بالله. بصوا الحلاوه والجمال. طبقي بقى كده. انا حطيت كيس سندوتشات وبدات اطبق بقى واعمل شبه اللفات كده الحلوه دي. يا حلاوه يا حلاوه قمة فرحة يا جماعة ما تتوصفش ان انا عملت حاجة في البيت. انا عن نفسي بحبه جدا، وولادي بيحبوه جدا وبيحبوا ياكلوه كده ني كده، يعني كده من غير مهلبية. ففكرة ان انا عملت الكمية دي كلها وهاخد دعوات من ناس كتير ما تتوصفش.
الله 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 الله، لازم تبعتولي يا جماعة التطبيقات بتاعتكم عندي على الخاص على الصفحة، على صفحة الفيسبوك، لازم تبعتولي التطبيقات. اعملوا جربوا يا جماعة لو في نص كيلو جزر واعملوه ووروهولي ونجحت معاكم خلاص، بعد كده بقى اعتمدوا الوصفة دي، ودايما كده تدعولي دعوة حلوة كل ما تعملوها، وكل ما تشيروا الفيديو ده لحد خلوه يدعيلي. بصوا الجمال والحلاوة، اللهم بارك بجد، والله العظيم ما ادفع فيه شيلين تاني. يلا بينا بقى نعمل مع بعض مهلبية قمر الدين الخطيرة. جبت بقى شوية مية كده، حوالي 1.5 لتر من المية، على حسب بقى انت عاوزة، بتحبي بقى قمر الدين طعمه قوي كتير قليل براحتك. انا حطيت حوالي 1.5 لتر كده، احط فيهم لفة من قمر الدين دي. تمام. بصوا بقى، عايزة ركزوا بقى وهو بيتقطع. بصوا يا جماعة القطع نفس بتاع بره، والله شايفين؟ بصوا انا بكون مبسوطه قوي لما بعمل وصفه وبحس ان انا فعلا الناس هتنتفع بيها وهتبقى مبسوطه وهتدعي لي، يعني مش متخيلين والله فرحتي قد ايه. بصوا الجمال، حطي اللفه كلها، انا حطيت اللفه كلها، بقول لكم هنا ان هو بيلزق. حطيت اللفه كلها في الميه، وهبدا بقى اعمل المهلبيه عادي جدا اهو. بسم الله ما شاء الله. اختي بقى كانت دقيته اصلا وهو ني. انا حطيت هنا سكر حسب الرغبه، انا حطيت نص كوبايه بس على 1.5 لتر. طبعا هو فيه سكر، فلو عايزه ما تحطيش سكر براحتك، انا بحب الحاجه مسكره فزودت سكر شويه، عايزه تزودي بقى زودي على حسب راحتك. هنقلب الخليط لحد ما يدوب تماما، وبعدين بقى هجيب 4 معالق كبار من النشا. تمام. هحط عليهم نص كوباية مية وهدوبهم وهننزل بيهم على الخليط، وبكده تكون جاهزة معانا أحلى مهلبية قمر الدين في العالم. قلبي بقى كتير لحد ما يتقل معاكي ويديكي القوام المثالي، وخلاص بقى قدميه في الأطباق. يلا بينا واحنا بنقدمه ونقول الدعاء. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله يا جماعة أنا لو المهلبية طعمها جزر بس، يعني هي طعمها طعم الجزر، انا هقول لكم قمر الدين ممتاز وجميل، بس هو طعمه جزر وطعمه حلو وجميل طعم الجزر، لكن والله لا، هي طعمها نفس طعم قمر الدين اللي كنا بنجيبه، فده معناه ان احنا اصلا ما كناش بناكل قمر الدين بالمشمش. بجد لازم تجربوها، لو عاوزين الحموضه تكون اكتر زودوا نص معلقه من ملح الليمون كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا كده كنت دخلته بقى التلاجة ساعتين بالظبط وشفت القوام. ايه رأيكم؟ انا بقى هسيبكم انتوا وضميركم، دعوات بقى في الكومنتات، شير لاصحابكم ولايكات، عايزاكم تخربوا لي الفيديو دوت كده، علشان ان شاء الله بحضر لكم وصفه جامده جدا، حاجه مهمه قوي بنشتريها وما بنستغناش عنها. انا بقى هعملها لكم بمكون اقتصادي قوي وهتديكي نفس النتيجه، فلو لقيت تفاعل حلو على الفيديو ده هنزل لكم بالفيديو التاني، وانا متاكده ان هو هيعجبكم وتدعوا لي. بحبكم في الله، استنوني فيديو جديد. كانت معاكم حورية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.